يا أهلا وسهلا. تعالوا النهاردة نتكلم عن التفاصيل الصغيرة. الفيديو ده مش دروس ولا نظريات، هو مجرد تذكير بسيط يمكن يخليك تبصي ليومك بطريقة مختلفة. هتفهمي ازاي التفاصيل الصغيرة اللي بنعديها كل يوم هي اللي بتصنع الفرق وبتخلي الحياة ليها طعم. في حاجات كتير في حياتنا بنعدي عليها من غير ما نحس، بس لو وقفنا شوية، لو ركزنا، هنكتشف ان التفاصيل الصغيرة هي السر اللي بيكون حياتنا وبيوجه أيامنا من غير ما ناخد بالنا. الغريب في الموضوع إننا بنجري ورا الحاجات الكبيرة، ورا الخطط الضخمة، وبنجري ورا الحلول السحرية، وبننسى إن الحياة أصلا بتتبني على التفاصيل البسيطة جدا. تفاصيل لو كان عندنا وعي بيها ممكن تغير كل حاجة. اللحظة اللي بتفتحي فيها عينيكي الصبح بتفرق جدا. إنك تبدأي اليوم بابتسامة بسيطة، تشكري ربنا وتحمديه إنه وهبك يوم جديد، إن اداكي فرصة جديدة، تدعي ربنا بكل اللي نفسك فيه وانت لسه بتبدأي يومك، بدل ما تبدأيه بتنهيد التعب أو بحمل للهم. ده بيغير طاقتك كلها وبيغير يومك كله. مش لازم تبقي فرحانة، أنا عارفة إن الحياة كلها ضغوط وأيامنا مش وردية، بس تقدري تختاري إنك تبقي هادية وتبقي راضية بكل اللي ربنا كاتبهولك. النية اللي بتبدأي بيها يومك هي أول تفصيلة بتصنع يومك. الطقوس الصغيرة مش رفاهية، كوباية القهوة اللي بتشربيها بهدوء، ريحة النظافة في البيت، ترتيب السراير، كل الحاجات البسيطة دي بتدي إحساس بالسيطرة والراحة وسط زحمة اليوم. ولما بتهتمي بتفاصيلك دي كأنك بتقولي لنفسك أنا أستحق الراحة حتى في أبسط شكل. ولما بتلاحظي التفاصيل الجميلة دي بتكتشفي إنك كنتي وسط نعم كتير قوي بس ما كنتيش شايفاها. ساعات شكرك لربنا بيكون من خلال نظرة امتنان، ساعات بيكون بنية طيبة أو بسكوت وانت حاسة بالرضا. الامتنان لتفاصيل الحياة الصغيرة بيفتح باب كبير من الهدوء والسكينة. الكلمة الحلوة كمان تفصيلة بتصنع فرق كبير. كلمة شكر، مجاملة بسيطة، حتى نظرة طيبة بتغير اليوم لحد تاني سواء منك أو ليكي. وفي أوقات الكلمة اللي بنقولها من غير تفكير بتفضل في قلب اللي قدامنا أيام. وساعات التفاصيل بتكون في السكوت. مش لازم نرد دايما، مش لازم نبرر أو نفسر كل حاجة. الصمت ساعات بيحافظ على سلامنا النفسي أكتر من 1000 نقاش. التحكم في التفاصيل دي بيخلينا نعيش براحة وبنوفر على نفسنا وجع دماغ كبير قوي. ونظرتنا للأحداث اليومية كمان تفصيلة. نفس الموقف ممكن يضايقك أو يعلمك حسب نظرتك ليه. لما بتمري بموقف مزعج وتحاولي تشوفي وراه رسالة أو معنى أو حاجة تتعلميها، بيدي ليومك عمق مختلف، بيدي للموقف ده أهمية مختلفة، وبيخلي كل تجربة ليكي فيها خير حتى لو وجعتك في ظاهرها. انت عارفة ان حتى اللمسات الإنسانية بتفرق؟ ابتسامة، حضن، لمسة أو طبطبة على الكتف، دعوة من القلب. الناس اللي عندها تفاصيل من النوع ده في حياتها بتسيب أثر جميل على كل اللي حواليها. وفي العلاقات كمان التفاصيل الصغيرة هي اللي بتصنع الفرق. طريقة الكلام، طريقة الاستماع، نظرة الاهتمام، كلها حاجات بسيطة لكنها بتقول للي قدامك أنا شايفاك وأنا مقدراك. وعلشان تحافظي على المشاعر الجميلة اللي في حياتك خليكي عارفة إن مفيش حب بيعيش من غير التفاصيل، لأن التفاصيل دي هي اللي بتحافظ عليه يوم بعد يوم. وخدي بالك كمان من وقتك مع نفسك. خدي 10 دقايق من اليوم ليكي انت بس. اشربي مشروبك المفضل في هدوء، اكتبي حاجة جت في بالك، اكتبي أفكارك، أو حتى اقعدي ساكتة اتفرجي على السما. دي مش رفاهية، دي طاقة بترجعلك التوازن من تاني. أقولك على حاجة، ساعات كتير المشكلة اللي شايفاها جبل بتتحل بحاجة بسيطة قوي، بكلمة طيبة، بنية صافية، بخطوة صغيرة بس مستمرة. هقولك مثال، عارفة الأمهات لما يبقى عندها طفل صغير وبيتعب أول حاجة بتفكر فيها الأدوية القوية والمضادات الحيوية رغم إنها عارفة أثرها الجانبية، بس ساعات ما بتفكرش في الحلول البسيطة رغم إن الحل ساعات بيكون في حاجة بسيطة قوي زي الراحة، مشروب دافي، حضن دافي. التفاصيل الصغيرة دي هي صغيرة لكن مفعولها كبير قوي. وإحنا ككبار مش بعيد عن الكلام ده. إحنا لما بنواجه مشكلة في شغلنا، في بيتنا، في نفسنا، نبدأ نفكر في الحلول الكبيرة اللي بترهقنا وبننسى إن الحل ممكن يكون في تفصيلة صغيرة. ساعات بيكون في تنظيم للوقت، أو في نوم كويس، أو في كلمة تشجيع، أو في استغفار أو دعاء لربنا. أنا عايزاكي تسيبي كل حاجة وتبطلي تفكري وتبصي بس حواليكي. شوفي هتلاحظي إيه. شوفي كمية التفاصيل اللي ما كنتيش واخدة بالك منها.
التفاصيل الصغيرة دي هي اللي بتدي بركة في الوقت، هي اللي بتحسسنا بطعم الحياة الحقيقي، هي اللي بتخلي اليوم يعيش جواكي بدل ما يعدي كأنه ما عداش عليكي من الأساس. وانتي بتفتحي الشبابيك الصبح ركزي على ضوء الشمس، على قطرات المطر، على نسمة الهوا، على ابتسامة من ابنك وهو بيقولك بحبك، كلمة حلوة من جوزك، أو مكالمة لطيفة مع صديقتك. كل دي مش مجرد لحظات، دي تفاصيل بتصنع يومك وبتصنع سعادتك. ولو عايزة تحلي أي مشكلة أو تغيري أي حاجة في حياتك، اعرفي إن الحياة مش بتتغير بخطوة ضخمة، بتتغير بخطوات صغيرة متكررة ومستمرة. عشان كده جربي النهاردة تكوني بطيئة شوية، اعملي كل حاجة بهدوء وبالراحة من غير سربعة ولا جري. خدي بالك من الحاجات الصغيرة اللي حواليكي اللي يمكن بتعدي من قدامك كل يوم، بس عمرك ما فكرتي قد ايه هي غالية. صدقيني التغيير الكبير اللي بتدوري عليه هيبدأ بخطوة صغيرة جدا، بتفصيلة يمكن محدش واخد باله منها، بس انتي بس اللي هتحسي بيها، بكوباية شاي معمولة بمزاج، بدعوة في وسط الليل والكل نايم، بنية طيبة بينك وبين ربنا. وهتشوفي بعدها ان حياتك بدأت تبتسم من جديد. خلي بالك السعادة مش في الحاجات الكبيرة، السعادة في التفاصيل الصغيرة اللي بنغفل عنها كل يوم. خلي يومك هادي بسيط ومليان حياة، وساعتها هتحسي ان فعلا سعادتك بإيدك.